كان يا مكان في واحد المدينة قديمة من المدن العريقة، مدينة كيزوقوها الصور العالية والدروب الضيقة واللي كتفوح منها ريحة القرنفل والمسك. كان عايش واحد تاجر سميتو الحاج تهامي. هاد الراجل كان معروف بالمال والجاه وطبعه الصعيب، كلمته مسموعة في السوق وتجارته واصلة لبلاد بعيدة. ولكن وخا كان ناجح في السوق كان في دارو راجل صعيب وعنده واحد العيب كبير واللي هو الشك والوسواس، وكان حريص بزاف على كل صغيرة وكبيرة لدرجة كتخنق. بعد ما دوز الحاج تهامي سنين بوحدو من بعد ما ماتت الزوجة الأولى ديالو، قرر باش يعاود يتزوج من جديد. خطبو ليه رحمة بنت عائلة شريفة ومحترمة، ولكن أهم حاجة كانت معروفة بها رحمة هي الذكاء الخارق والرزانة وكلامها اللي ديما موزون بميزان الذهب. رحمة نهار العرس وقبل ما تدخل دارو حطت عليه شرط واحد، كان الشرط غريب شوية، الشرط اللي خلى الحاج تهامي يتعجب، ولكن وافق عليه حيت كانت عاجباه وعاجبو أصلها. رحمة جابت معاها في دهازها واحد صندوق صغير مصنوع من العود الكحل المتقون والمتين ومقفول بواحد القفل ديال الحديد وصحيح. وقالت ليه رحمة وهي كتشوف في عينيه بثقة: يا ولد الناس، أنا قابلة بيك وقابلة نعيش معك على الحلوة والمرة، ولكن عندي واحد الشرط وعاهدنا عليه أمام الله. هاد الصندوق هو صندوق سراري وفيه كرامتي، خاصك تعاهدني عمرك ما تمد يديك ليه، لا تفتشو ولا تقرب ليه ولا تسولني على ساروتو فين كاين. ونهار تمشي يديك لهاد الصندوق غتكون النهاية ديال الحكاية اللي بيناتنا. تهامي ضحك وقال في خاطرو العيالات وصرارهم تافهة، وقال علاش لا. وافق وعطاها على الرجال. دازت الايام والشهور وبدات الحياة كتجمعهم. رحمة كانت هي النعمة اللي نزلت على الحاج تهامي من نهار دخلت لدارو، والتجارة ديالو كتزيد وكتزدهر. كانت مرا حادقة مخلية دارها كتشعل بالنقا، ولكن الأهم من هادشي كان عقلها كيوزن بلاد. شحال من مرة تهامي كيطيح في مشاكل مع تجار كبار والمنافسين ديالو في السوق، وكان كيرجع للدار مهموم ومهموم، ولكن غير كيبرك مع رحمة وكتسمع ليه كانت كتعطيه فكرة وحيلة تجارية ذكية باش يخرج من مشكلته بحال الشعرة من العجين، كتخرجو من الضيق وكتخليه هو الرابح الكبير. مع الوقت تهامي ولا كيشوف فيها ماشي غير زوجة، بل هي السند والمستشار الأول ديالو. ولكن مع هاد النجاح كامل واحد المرض قديم كان ساكن في قلب تهامي بدا كيرجع يفيق، واللي هو مرض الشك. صندوق الكحل الصغير كان محطوط فوق واحد الخزانة عالية في بيت النعاس ديالهم، وكان بالنسبة لتهامي بحال شي شبح كيشوفو كل ليلة. داز عامين، 5 سنين و10 سنين،
وتهامي كل ليلة كيدير عليه النعاس ويبقى يشوف داك الصندوق ويتساءل غير في خاطرو شنو كاين داخل داك العجب، واش مخبية فيه فلوس ولا ذهب، واش زعما تكون رسائل قديمة من الماضي ديالها، واش كاين تما شي سر كيهدد كرامتي وسمعتي في السوق. هاد الأسئلة ولات بحال العافية اللي كتاكل في قلبه وما بقاش قادر يرتاح، وكل ما سولها عليه بطريقة غير مباشرة كانت كتجاوبه بابتسامة باردة وكتبدل الموضوع. واحد النهار جاها اتصال ملي الوالدة ديالها عيانة بزاف وكاينة في مدينة أخرى وخاصها تسافر وتجلس معاها شي أيام. هذه كانت هي الفرصة اللي كان كيتسناها تامي من زمان، ولا لا بغينا نقولوا هاد الفرصة كان كيتسناها وسواس تامي. ايوا يا سيادي، غير ركبات رحمة في الكار وشدات الطريق، رجعت تامي للدار والقلب ديالو كيضرب. طلع لبيت النعاس، هز الصندوق ولقاه تقيل شوية وفيه بحال شي حاجة كتحرك لداخل. الشك مالي عينيه ونسى العهد اللي عطاها. مشى وجاب واحد الحداد كان كيتاق فيه بزاف، جابو للدار في السر وطلب منه يفتح القفل بلا ما يخسر العود ديال الصندوق. الحاصل الحداد دار خدمته، تفتح القفل ومشى وخلى تامي بوحدو في الدار مع السر اللي تعذب عليه سنين. تامي كان كيرجف ويديه عرقانين، جرد الصندوق وهو متوقع يشوف العجب العجاب، ولكن الصدمة كانت كبار ملي شاف لداخل الصندوق ما كان فيه لا ذهب ولا رسائل حب، لا سحر ولا هم يحزنون. الصندوق كان عامر بجوج حبات ديال اللوز فقط، وحداهم سرة كبيرة ديال الثوب. ملي فتحها لقاها عامرة فلوس صحيحة، اوراق وصرف جديد اللي قيمتها كتسوى ثروة صغيرة. تامي بقى واقف مبهود كيحك في راسو ويقول اللوز والفلوس، هاد المرة غادي نحماق فيها ديال بصح. شنو هاد اللغز؟ رجع الصندوق لبلاصتو، ولكن هاد المرة خلى القفل مفتوح والساروت فوق الطاولة، حيت عرف راسو تغلب وما بقاش قادر يخبي انه خان العهد. بعد يومين رجعت رحمة من السفر، دخلت البيت وبلمحة عين شافت الصندوق محطوط فوق الطبلة والساروت حداه، والتهاميم جالس في الركنة وجهه صفر ومنزل راسو للأرض. رحمة ما هوتات ما بكات، حطات شربيلها وتمشات بكل هدوء وثقة، وجلست على الكرسي اللي مقابل مع تهامي وشافت فيه بنظرة باردة وقالت له. تهامي تكلم بصوت حزين وفي نفس الوقت فيه الفضول. أنا خسرت العهد رحمة، الشك قتلني
وفتحت الصندوق. عاقبيني، لوميني، ديري اللي بغيتي، ولكن عافاك طفي هاد النار اللي فيا وفهميني شنو كيعني داك اللوز وداك الفلوس اللي لداخل. رحمة تبسمات واحد الابتسامة فيها السخرية والكبرياء، وقالت ليه بصوت هادئ ورزين: كنت عارفة غيجي النهار اللي غيغلبك فيه وسواسك وغتخون فيه العهد، حيت الطبع غلاب. ايوا سمعت هامي، نهار تزوجتك كنت عارفة بلي هذا طبعك، وكتغلط بزاف بكلامك وكتجرح، وعاهدت راسي أنني نكون زوجة صالحة. انت راجل صعيب وحار، وأنا عاهدت راسي ما نخرجش كلام العيب من فمي نهار تجرحني أو لا تظلمني ولا حتى تغلط في حقي. وفاش كتجرحني بشي كلمة قاصحة قدام الناس أو لا بيناتنا وكنبغي نغضب ونخرب داري، كنت كنكتم غيظي وكنمشي لداك الصندوق ونرمي فيه حبة ديال اللوز باش نعتبرها هي الغلطة ديالك ونمحيها من قلبي باش نصفي من جهتك ونقدر نكمل معاك. تهامي ملي سمع هاد الهضرة حس بواحد الراحة كبيرة، والغرور ديالو بدا كيرجع ليه، وبداو دموعو كيطيحوا بالفرحة، وقال ليها وهو كيطلب السماحة: يعني هاد 10 سنين كاملة اللي عشناها أنا غلطت في حقك غير 2 مرات، هادشي علاش حطيتي قيمتهم 2 لوزات. كون غير كنت عارف هادشي من قبل. أنا راني محظوظ بك رحمة، انتي هي أحسن مرة في هاد العالم. هنا رحمة شفت فيه واحد النظرة خلت الدم يجمد ليه في عروقه، وقالت ليه بصوت قاصح بحال الحجر وما فيهش الرحمة: ما تزربش وتفرح بزاف الست هامي، الحبات اللي شتي في الصندوق راني يلا رميتهم غير قبل ما نسافر، اما داك المبلغ الكبير اللي تما والفلوس الجديدة اللي شفتي في السرة فراه كل ما كان الصندوق كيعمر باللوز وما كيبقاش فين يزيد، كنت كنهزو ونمشي نبيعو بالكيلو في سوق العطارين وعند المخابز، ودوك الفلوس اللي تما راه هي ارباح ديال بيع اللوز ديال الغلطات والظلم ديالك اللي دوزت معاك هاد السنين كاملة. التهامي تزلزل في بلاصتو وبقى فمو مفتوح بحال الطير، ما بقى عارف واش يتصدم من كثرة الغلطات والظلم اللي دار في حقها بلا ما يحس، ولا يتصدم من الذكاء الخارق وكيدنسى ديال هاد المرأة اللي رجعت كاع الغضب والإهانات ديالو للمشروع تجاري مربح مخبيها عليه وسط بيته. رحمة وقفات بكل كبرياء، هزت السرة ديال الفلوس ودارتها في جيبها، شافت فيه وقالت: اللوز اللي كنت كنصبر به راسي تسالى والعهد تخان، ودابا الحساب اللي بيناتنا غيبدا بطريقة أخرى حيت اللوز ما بقاش غيكفيني. ايوا يا سيادي، تحنى الحاج تهامي على ركبته وبدا يطلب ويزاوق، وكيف ما كيقولوا ولا طالب سلة بلا عنب. وحيت رحمة كانت كريمة ورحيمة وكانت غير باغا تعلم راجلها
الدرس اللي عمره ما ينساه، وكانت حالفة حتى تبدل من طبيعته. هادشي علاش سمحات ليه، ولكن الدرس اللي عطاتو عمره ما ينساه. وهنا يا سيادي كتسالي حكايتنا. نتمنى تكون عجباتكم. نتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله.